هلو ازيكم عاملين ايه؟ طبعا لو قعدت اقول لكم انتوا وحشيني قد ايه مش هتصدقوا، وانا مش هخلص، والفيديو هيبقى طويل جدا جدا جدا. يعني انا تقريبا بقالي مثلا حوالي اكتر من شهرين ما صورتش فيديو. كل الفيديوز اللي نزلت كانت عندي وكنت بنزلها. انتوا وحشيني قوي 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 قوي، وما يبعدنيش عنكم الا الشديد القوي قوي قوي برضو. بس كان عندي ظروف قاسيه قاسيه قاسيه. المهم قلت ارجع لكم بقى تاني ونرجع. يعني انا الفتره اللي فاتت كنت يعني شبه منعدمه، كنت مهمله في نفسي جدا جدا. بس النهارده بقى رجعت بقوتي وبهبتي وكل حاجه. قلت اعمل لكم ماسك يكون يعني بصوا هو مش حلو بس، هو حاجه كده جمدان، اخر حاجه اخر حاجه، وحاجات كلها موجوده عندنا في البيت. هنعمل سكراب وهنعمل ماسك. اوكي، يلا نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بصوا هنا بقى عندي رقائق الشوفان. تمام. طبعا هي مش مطحونه، هي الحبه بحبتها زي ما انتم شايفين. طبعا الشوفان اول ما بيتحط في الميه فهو اوريدي بيدوب بسرعه جدا، فهو حلو جدا. انا خدت شويه منه، خدت 4 معالق. بصوا طحنتهم في الكبه زي ما انتم شايفين كده. وهنعمل بقى منه نعمل السكراب الاول ولا نعمل الماسك؟ مش عارفه. لا بصوا هقول لكم نعمل السكراب الاول. اوكي، عندنا بقى ايه المكونات؟ هناخد 3 معالق او 4 معالق كده من الشوفان. اوكي، هسيب شويه عشان اعمل بيهم الماسك. انا مش هحتاج كتير للماسك، يعني اللي انا محتاجاه اكتر للسكراب. هناخد اسمه ايه ده، قولوا معايا، الشوفان المطحون. اوكي، وبعدين بصوا بقى، انا هنا استخدمت قهوه. اوكي، انتوا ممكن تستخدموا كاكاو. لو انتوا بتحبوا ريحه الشوكولاته فممكن تستخدموا بدل القهوه كاكاو. بس انا ماليش في الشوكولاته، وعامه يعني انا ماليش في الحاجات الشوجري شويه او الفواكه والحاجات ديت، المسكرات ديت انا ملياش فيها خالص. فانا هستخدم القهوه. طبعا القهوه حلوه جدا 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 للسكراب، اكيد انتوا كلكم عارفين، مش محتاجه ان انا اقول يعني. برضو هاخد معلقتين، بصوا كلها معالق توته صغننه كده. بص نحطها كده اهو، واخد شويه كمان علشان احط منهم للماسك. هنا اخدت بقى الشوفان المطحون. اوكي، وعلى البن او الكاكاو خام، ماشي، ما فيهوش سكر. لو انتوا تستخدموا يعني الكاكاو ما يبقاش فيه سكر، يبقى كاكاو خام، اي كاكاو، اي كاكاو من عند العطار، مش لازم يعني كاكاو معين. وعندي زيت جونسون، طبعا هو عندنا كلنا. طبعا في ريحتين، انتوا حسب الريحه اللي انتوا بتحطوها، هي مش فارقه كتير يعني لان هو كله هيروح. بس انا بحب اللي هو البينك دوت، بيبقى مدي على ورد شويه يعني. هحط برضو، بصوا انا مش هقول لكم كميه لان انتوا المفروض يبقى بالنظر كده يعني تشوفوا ان هي تبقى تقيله شويه علشان نقدر نفرك بيها على الجسم. فانا هحط، مش هحط بالمعلقه علشان اخلص، هحط شويه كده. اوكي، وهبتدي بقلبه. انا مش عارفه انا باينه في الفيديو قصيره ولا عامله ازاي. هقلبه كده، طبعا محتاج تاني هحط شويه كمان. ريحه حلوه قوي، يعني هو ريحه الزيت جونسون بيبقى حلو جدا اصلا 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 في تعطير الجسم. بصوا طبعا هو خشن. اوكي، وكمان هحط عسل، عسل ابيض، اي عسل استخدموه، اي عسل ابيض استخدموه، طبعا مش نوع محدد. هحط برضو حوالي معلقتين كده. هو ارخم حاجه ان هو يعني ملزق، بس هو كله يهون علشان ان احنا نبقى نضاف وحلوين. هنحط معلقتين زيت، وهبتدي برضو ارجع اقلب تاني كده 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 كده. وعندي اخر حاجه السكر الابيض. انا نسيت اجيب معلقه، احطها بايه دلوقتي؟ بصوا ممكن احطها كده مثلا، لا احنا لازم نفكر. ثواني. طبعا مش هحط المعلقه فيها كده، معلقه، التانية، التالتة، الرابعة، ونكتفي بهذا القدر. اشطاط اشطاط. وهرجع اعك تاني، نقلب بقى كده. بصوا هتلاقوه ان هو عامل زي الرملة. حلو قوي يا جماعة، والله والله جميل جميل جميل.
ولو انتوا هتحطوا كاكاو هيبقى ريحه جسمكم شوكولاته. طبعا انتوا عارفين السكراب القهوه اللي هو النظيف دوت بيبقى بكام، فمش محتاجين ان احنا نجيبه يعني. خلاص اهو. الشوفان طبعا بيدي نضاره للبشره عامه، سواء كانت في الوش او في الجسم. وفوق ده كله بيمتص الدهون بتاعه البشره. وفوق ده كله لو في الوش بيعمل ان هو بيحد من حب الشباب شويه، وبيدي رونق كده للبشره وصفاء ونعومه كده، ايه حاجه فظيعه. فدوت كده كان السكراب بقى هنستخدمه امتى؟ احسن وقت ان احنا واحنا بناخد شاور يكون الجسم تشبع شويه، ان هو يبقى سخن عشان المسام تتفتح، ويبقى الجلد طري من فوق اللي هي الطبقه الاولى من الجلد. فبالتالي لما نحط عليه السكراب ونبتدي ان احنا نفرك الوبره بتاعت الجسم او الطبقه الاولى بتاعت الجلد، ان هي تبقى سريعه انها تروح. اوكي، فهمتوا حاجه؟ قشطات. ادي دوت اهو، بصوا شكله عامل ازاي اهو، شايفين باين؟ هبتدي بقى ان انا اعمل ايه، هحطه على الجسم كده، افرده وابتدي افرك في حركات دائريه، شايفين كده كل الجسم. لو انتوا هتحطوه على الوش مفيش مشكله انكم انتوا تحطوه على الوش، بس حذاري ان انتوا تفركوا جامد عشان وشكم ما يلتهبش. فاهو هنبتدي بقى نفرك كده 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 كده، شايفين اهو. وبس نعمل الجسم كله، بصوا اهو. خلاص كده طبعا ايه احنا عملناه وفرجناه. انا حسيت ان هو عايز شويه زيت كمان، ممكن تحطوا شويه زيت او شويه عسل حسب ما انتوا عايزين. بس انا عن نفسي يعني ما بحبش التلزيق زياده عن اللزوم يعني، فحطيت شويه بيبي اويل، علشان الاويل او لو كان فيه عسل بيخف شويه من الخربشه بتاعه السكراب، علشان البشره ما تتجرحش. يعني احنا مش عايزين نروح في داهيه، احنا عايزين ننضف بس مش عايزين ايه نروح في داهيه، لان الجسم لما بيتجرح بيبقى حاجه فظيعه. يفضل طبعا زي ما قلت لكم ان انتوا تبقوا المكان دافي اللي انتوا فيه، اللي هو التويلت يعني لما تيجوا تاخدوا شاور ان هو يبقى دافي، علشان خاطر الجسم يبقى متفتح. فالسكراب يعمل ايه شغل جامد. هنسيبه بعد ما نعمله كده علشان الحاجات اللي فيه الشوفان والعسل. طبعا العسل ليه فوائد كتيره جدا لا تعد ولا تحصى، فالمفروض ان احنا نسيبه شويه على جسمنا وبعدين ان احنا نرجع نبتدي نشطفه تاني. طبعا الذكي بقى او الذكيه سوري، الذكيه هي اللي هتستغل نقطه السكراب ديت جدا في ان هي تعطر جسمها مظبوط بعد ما تخلص، لان اول ما هتعطر جسمها ريحه جسمها هتلقط بمنتهى السهوله. والريحه بدل ما بتقعد مثلا 3 4 ساعات لا هتقعد يوم كامل، لان المسام بتاعه البشره متفتحه. وبعد ما نخلص تعطير بقى جسمنا وكل دوت، ممكن ان احنا نقفل المسام بشويه ميه ورد او بتلجايه او بتونر حسب المتوفر عندكم. فدوت كان السكراب. طبعا ايه انا عملته الاول تمام، بعدين هدخل بقى ايه ابتدي الايت لوحدي. اوكي، واجيب بقى صاحبتي كده ونقعد نلايت انا وهي. هعمل لكم برضو علشان الفيديو يبقى حلو. انا هنا عندي بقيه الشوفان دول برضو معلقتين تقريبا، معلقتين شوفان مطحون. مش عايزه انا طبعا ولا سكر ولا عايزه اي ولا قهوه ولا كاكاو ولا اي حاجه، علشان الشوفان برضو زي ما قلت لكم بيساعد على نضاره البشره. فلما البشره هتبقى نضره وما فيهاش حبوب اوريدي طبعا البشره هتبيض. هنا بقى دوت عندي زبادي معلقتين زبادي، مش كوبايه زبادي، معلقتين زبادي. يعني كان ابني بياكل زبادي واتبقت منه فخدتها. الماسكات اسهل حاجه ممكن تعملوها في البيت، اسهل حاجه افتحوا الدولاب افتحوا التلاجة طلعوا خيارايه على زبادي هيبقى ماسك، شويه عسل على شويه لبن باودر هيبقى ماسك برضه. ماسكات كتيره جدا جدا بس احنا اللي بنكسل، فيا ريت ان احنا ما نكسلش يعني. المهم نشيل بقى دوت على جنب. هعمل ماسك الشوفان علشان تبييض البشره. هنا زي ما قلت لكم عندي الزبادي وهنا دول الشوفان. هحط الشوفان على الزبادي تك 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 كده اوكي. وهستخدم بيبي جونسون او استخدم عسل. تفتكروا انا هختار ايه؟ هقول لكم انا هختار ايه. هختار العسل. ليه؟ لان الوش مكان حساس جدا جدا جدا.
فحتى لو دوت ما فيهوش مواد كيماويه الى حد ما، بس هو فيه تعطير، يعني هو بيعطر، فمش مستحب ان احنا نحطه على وشنا. بيعمل مشاكل في البشره، حتى للاطفال اللي بيستخدموا البيبي جونسون في التسلخات والحاجات ديت، فهو مش مستحب خالص. فانا مش هستخدم بيبي جونسون عشان بشرتي ما تبوظش اكتر ما هي بتبوظ بسهوله. هحط عسل، حطي العسل لحد ما يبقى ليكويد كده علشان تقدروا تفردوه على وشنا اهو. اقلبه كده. طبعا ايه، انا لما بقلب الشوفان حتى لو في حبات مش مطحونه كويس، فهي بتدوب، لان الشوفان بيدوب بسرعه اهو، لحد ما يبقى بالشكل ده، شايفين؟ وهنعمل ايه، هناخد طبعا ونحط على وشنا هنا 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 هنا، عينينا لا اكيد طبعا، ولا تيجوا عند العين من هنا ولا تيجوا عند العين. اهم حاجه ان هو ما يلمسش العين، اوكي؟ اهم حاجه ما يلمسش العين بس. ودوت كان ماسك تبييض البشره، يعني من السكراب عملنا ماسك، وعملنا الماسك ايه، من الشوفان عملنا حاجتين، اقصد عملنا السكراب وعملنا السكراب والماسك. اعذروني يوم زفاف عشان انا ايه. فالسر كله في الشوفان، اقروا عن فوائده، هتلاقوه ليه فوائد فظيعه. دوت كان الفيديو بتاع النهارده. طبعا انا هخلص معاكم من هنا وهدخل بقى على التويلت من هنا، ابتدي اعمل الحاجات دي كلها علشان ارجع اهتم بنفسي تاني. دوت كان الفيديو بتاع النهارده. هتوحشوني جدا 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 لحد الفيديو الجاي. اشوفكم على خير. ولو وصلتوا طبعا لحد هنا المفروض تحطوا اللايك على طول، يعني اوريدي. فاللايك مش هيعمل لكم حاجه، يا ريت تحطوه لان هو بيرفع الفيديو. وقولوا لي لو انتوا طبعا في حاجه تانية انتوا عايزينها، او في حاجه اضافه للي انا عملته دوت، يا ريت اعرفها في الكومنتس. هتوحشوني جدا جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.